مرحبا بكم غالياتي في فيديو جديد في وصفه جديده. اليوم حبيت نشارك معكم كيكه اقتصاديه سهله وسريعه بحبه بيض فقط. راح نخرجوا كيكه في منتهى الروعه، راح تولي لكم ادمان. انا متاكده ان شاء الله اذا جربتوها اليوم راح تعاودوها غدوه. نتمنى حبيباتي تتابعوا الفيديو للاخير باش كامل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه. خلوا لي رايكم في التعليقات. اولا بالشربات البنات عندي لي هنايا البنات كاس 220 ملل سكر، نفس الكاس البنات نحطوا له كاس ونص ماء طرنج قارص اذا ونذوبوا السكر تاعنا مليح. بعد ما يذوب السكر نحطوا الكاسرونه تاعنا على النار، بعد ما تبدا تغلي نحسبوها 10 دقائق ونطفوا عليها. هنا البنات بعد ما يطيب السيرو تاعنا ولا الشربات نجيبوا لهنا نحطوا زوج مغارف قهوه سريعه الذوبان ونخلطوا الشربات تاعنا ونخلوا البنات الشربات تاعنا حتى تبرد باش نشربوا بها الكيكه تاعنا. نبداو حبيباتي نسمو بسم الله. كما راكم تشوفوا البنات عندي لهنايا بيضه واحده. اذا الكيكات اللي راني حضرتها معكم البنات في القناه كامل كل وحده تنسي في اللي قبلها بسم الله. اذا كامل بمكونات اقتصاديه تقريبا كامل بحبه بيض. اللي ما شافتش الوصفات تروح تشوف الوصفات وتستفاد ان شاء الله. عليها ربع كاس كما راكم تشوفوا الكاس تاع 220 ملل، ربع كاس سكر لانه الكيكه تاعنا راح نشربوها على ذيك اللي ما نكثرولهاش السكر. اذا نخلطوا البيض والسكر تاعنا مليح حتى يذوب لنا السكر. نزيدوا عليهم البنات كما راكم تشوفوا نص كاس زيت ولا اقل من نص شوي. نزيدوا نص كاس حليب، ملح ما ننساوهاش لانه ضروريه بزاف في الحلويات. اذا نحطوا المكونات تاعنا كامل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا مغرف معمره مليح كاكاو، خلطوا الكاكاو تاعنا مليح البنات كما راكم تشوفوا. هنا كما راكم تشوفوا البنات عندي هنايا سميد ناعم. اذا راح ندي زوج مغارف اكل، نزيد عليهم مغرف فرينه وراح نشوفوا القوام مع بعض. بالنسبه للخميره البنات عندي لهنايا باكيت تاع خماره حلويات 10 غرام. نخلطوا مليح المكونات كامل نشوفوا القوام. اذا كان يخصنا الفرينه نزيدوا مغرف فرينه. اذا كانت القوام مليح اذا ماناش راح نزيدوا. هنا البنات راح نزيد مغرف فرينه لانه شوفوا القوام مازال سائل. وهذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. شوفوا البنات اذا قوام ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. شوفوا البنات اذا راكم شفتوا معايا عبرتكم بالمغرفه هكذا باش كامل ان شاء الله تنجحوا في الكيكه تاعنا تاع اليوم اللي اكثر من روعه، خاصه المبتدئات اللي يحبوا المقادير تكون مضبوطه. شوفوا معايا البنات القوام. اذا حسيتوا الخليط تاعكم مازالوا سائل البنات تزيدوا له مغرف فرينه لانه كما تعرفوا السميد والفرينه راهم يختلفوا من نوع لنوع. اذا المهم البنات راني نقرب لكم انايا في القوام. شوفوا البنات القوام لازم يكون ثقيل شويه. جيبوا لهنا البنات المول الاسطوري تاعنا كما راكم تشوفوا البنات دهنتو بالزيت وغبرته بشويه سميد. اذا نجي نفرغ فيه العجينه تاعنا بعد ما نزيدو نخلطوها. هذه الكيكه البنات اقتصاديه وبنتها روعه، توالم بزاف قهوه العشيه ولا ضيوف الغفله. كما تعرفوا مرات يجونا ضيوف على غفله ونحيروا واش نطيبوا. اذا حاجه سريعه وراح تعجب بزاف الضيوف تاعكم. سووا هنايا العجينه تاعنا مليح في البلا. مرات بزاف البنات يكونوا عندي المكونات كامل متواجدين بصح نحير واش نطيب. اذا في اخر دقيقه نخترع حاجه مليحه اذا وتعجب الضيوف ونحب نشاركها معكم. اذا ما نحبش نبخل عليكم ولا بشي البنات. اذا بعد ما نحطوا العجينه تاعنا نسووها مليح في البلا تاعنا ندخلوها الفرن نكونوا سخناه مسبقا على اقصى درجه. ندخلوا الكيكه تاعنا على 180 درجه بعد ما طيب البنات. الكيكه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا نجيب بيك فروي ونثقبها بهذا الشكل هكذا باش باش تتشرب لي كامل كميه تاع الشربات.
وهي سخونه البنات نشربوها بالشربات. كل ما تشرب كميه نزيدو نشربوها بكميه واحده اخرى. بالنسبه للتساؤلات البنات على البلا هذا الاسطوري، بالنسبه للبنات اللي مازال يخرج لهم السوائل، برك البنات تقدروا تغلفوه بالفيلم عفوا تغلفوه بهذاك الالومنيوم اللي يتباع عباره عن رولو. البنات راه يتباع عاد اللي يبيعوا الاواني المنزليه، ولا عاد اللي يبيعوا البياس وهذوك الحاجات اللي خاصين بكلش. ولا تقدروا البنات تغلقوه بالعجينه، تخدموا له عجينه وتغلقوه في الجوايه هذو اللي يخرجوا السوائل. كل ما تشرب الكميه نزيد لها الكميه واحده اخرى. تتشرب مليح مليح الشربات. البنات هنا نجيبوا شويه فربيور نسخنوها شويه على النار كما راكم تشوفوا البنات. هكذا انايا سخنتها على النار باش تحكم لنا فوق الكيكه. اذا نحطوا طبقه لبس بها. تحبوا البنات تعوضوها بالكونفيتور، وبنفس الطريقه تجيبوا شويه كونفيتور تحطوا له لاغوم تاع الفراز، ولا تخلوه كيما راهو طبيعي. تسخنوه فوق النار هكذا باش يحكم لنا فوق الكيكه. دخلوها البنات الفريجيدير هكذا تحكم هذه الطبقه تحكم روحها. من جهه واحده اخرى البنات هنايا نجيبوا شوكولا. جيبوا شوكولا مونا ولا اي شوكولا البنات، ذوبوها على حمام مائي، حطوا لها شويه كريم فريش هكذا باش تجينا الطبقه هذه تجينا لينه. اذا نحي هنا حطيتها في لاكواش البنات باش هكذا ما تعبنيش في الخدمه. اذا نجي لهنا نحط هنايا طبقه فوق الطبقه تاع الكونفيتير بعد ما تكون نشفت البنات. اذا كي تسخنوها على النار راح تنشف ليه. شوف هنا كيما راكم تشوفوا راني نحط في خطوط مسمي بعض هكذا باش تجينا كي شغل كلاصاج. وما تعبناش وتجينا الخدمه منظمه. خلوا الكيكه تاعنا تبرد البنات ونشوفوها على مائده التقديم. نقطعوا البنات الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا البنات. هنا زينتها بخطوط تاع كونفيتور كيما تحبوا البنات التزيين. تجي من اروع ما يكون، بنه خرافيه. حبيبه قلبي نتمنى تجربوها ترجعوا تكتبوا لي في التعليقات حبيبتي. نختم الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. عفوا وانتظروني حبيبه قلبي فيديو جديد. سلام.